مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد. ما تنسيوش دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد معنا، ومرحبا بكل تفاعلاتكم في التعليقات. مشروع سيارة الشعب حلم يلوح في الأفق في بلد يتخيم عليه ضباب الأزمات الاقتصادية، ويمتد فيه عالم السيارات إلى مرتبة ترف لا متاح. يتل مشروع طمح إليه باعتباره مفتاحا لتنقل ملايين التونسيين سيارة بسعر قريب من سعر المصنع بشروط ميسرة تحت مسمى سيارة الشعب. هذا المشروع الذي يثير آمالا كبيرة لدى فئات واسعة ليس وعدا سحريا تحقق فورا، بل هو عبارة عن مقترح قانوني ما زال في طور البحث والتعديل، يحمل معه ربما أحد أبرز الإصلاحات الاجتماعية المتوقعة في تونس. لكن بين الحلم والتنفيذ الطريق لا يزال طويلا، وفيه تفاصيل تتطلب وضوحا وصبر. يهدف المشروع إلى منح كل مواطن تونسي أو كل أسرة امتيازا غير مسبوق: استيراد أو اقتناء سيارة لأول مرة في العمر بسعر الأصل، أي بدون الرسوم الجمركية المحدودة وبضريبة القيمة المضافة مخفضة، مما قد يتيح تخفيض سعر السيارة إلى نحو النصف تقريبا مقارنة بالأسعار الحالية في السوق. المقترح برز في صلب مجلس نواب الشعب وقدمه عدد من النواب، منهم النائب محمد زياد الماهر، وأحالته لجنة المالية لمزيد الدراسة، حتى وإن لم ترسم كل التفاصيل بعد بصيغة نهائية. يشمل المقترح شروطا أساسية تم الإعلان عنها أو تسريبها للجمهور: أن يكون المستفيد من البالغين فوق عمر معين، مثلا للذكور أكثر من 30 سنة، أن يكون دخل العائلة أو الفرد تحت سقف معين، مثلا حتى 18 مرة الحد الأدنى للأجور بالنسبة للأزواج و12 مرة بالنسبة للعزاب، أن يكون هذا الامتياز مرة واحدة في العمر لكل شخص أو أسرة بحيث لا يستفيد منه من سبق له ذلك، أن تكون السيارة المستوردة أو المقتناة ضمن مواصفات معينة، عدد خيول معين، عمر السيارة لا يتجاوز 10 سنوات، أو أن تكون السيارة جديدة من السوق المحلية بحسب الصيغة النهائية التي قد تحدد له.